إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله إجلالا وتعظيما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها الأحبة في الله، فجع العالم الإسلامي بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وأخلف الأمة خيرا منه وجبر مصابها. إن وفاة العظماء من الملوك والعلماء والقادة والساسة له تأثير كبير على الأمة، ولكن نحمد الله جل وعلا أن جعل دولتنا دولة إسلامية تحكم بشريعة الله جل وعلا وتقتفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتلتزم منهج الصحابة. وهذا مما سهل اجتماع الكلمة وتأليف القلوب وانتقال السلطة وفق الشريعة الإسلامية. فنحمد الله على جمع الكلمة وتأليف القلوب. وقد خسئ المزايدون على أمر هذه البلاد. نعم، اندحر المزايدون على أمر هذه البلاد، والذين كانوا يشككون بل كانوا يجزمون ويتوقعون أن يحدث انشقاق أثناء انتقال السلطة بعد وفاة الملك. ولكن الذي نحمد الله جل وعلا عليه أن يسر لهذه الأمة اجتماع الكلمة، فبايع أهل الحل والعقد ولي العهد سلمان بن عبد العزيز ملكا لهذه البلاد، والأمير مكرم وليا لعهده. نسأل الله أن ينفع بهما البلاد والعباد. أيها الأحبة في الله، ربما يتساءل كثير من الناس عن البيعة، وما هي البيعة وكيف تتم البيعة؟ فالبيعة أيها الأحبة مبدأ شرعي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطلب البيعة من أصحابه رضي الله عنهم. ووردت في القرآن الكريم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من الصحابة في كذا موقف: في بيعة العقبة الأولى، وبيعة العقبة الثانية، وبيعة الرضوان. والبيعة تعني باختصار أن يبايع على السمع والطاعة، أن يعاهد المبايع على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. هي ميثاق عهد بين الحاكم والمحكوم، يلتزم بموجبها المحكوم بطاعة الحاكم أو بطاعة ولي الأمر. في السمع يلتزم بالطاعة والسمع في العسر واليسر في غير ما معصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة في معصية الخالق. البيعة
تعني أن يلتزم كما قلنا المبايع بالطاعة التزاما وفق مبادئ الشريعة. هذه هي البيعة، والبيعة تكون بالدرجة الأولى من أهل الحل والعقد من العلماء والقادة والوجهاء في المجتمع، ثم بعد ذلك يبايع عامة الناس. وهل تلزم البيعة الشخصية لكل شخص؟ هل تلزم كل فرد من أفراد الناس أن يبايع ولي الأمر؟ الصحيح أنه إذا بايع أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء والوجهاء في المجتمع انعقدت البيعة ودخل عامة الناس في هذه البيعة، فلا يلزم أن يذهب كل شخص ليبايع، بل عليه أن يعتقد في نفسه بالطاعة والمبايعة ولا يشترط أن يذهب بنفسه ويبايع. وإن ذهب وبايع أو بايع من يفوضه ولي الأمر بالبيعة، مثل ما يحصل عندنا أن يفوض أمراء المناطق ومحافظي المحافظات بتلقي البيعة، فهذا أيضا زيادة تأكيد. لكن البيعة تنعقد بمجرد أن يعلن أهل الحل والعقد المبايعة، فيلزم عامة الناس السمع والطاعة، ومن ينازع أو يخرج من هذه الطاعة يكون خرج من البيعة، وهو على خطر عظيم لخروجه من جماعة المسلمين ووقوعه في التهديد والوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من مات من غير وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولا يجوز لأحد الناس ولا عامتهم ولا أفرادهم ولا أيضا غيرهم أن يخرجوا عن هذه البيعة، لأنها تتألف بها القلوب وتجتمع بها الكلمة ويحصل بها اجتماع الأمة. فالذي ينزع يد الطاعة ويخرج من البيعة يكون مخالفا لشريعة الله، مخالفا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاذا عن جماعة المسلمين، نازعا ليد الطاعة، ووقع في الوعيد والتهديد، نسأل الله السلامة من ذلك. فالذين يقولون لا نبايع أو يقولون لا نرضى بالبيعة أو ما نحو ذلك من العبارات التي لا يعرف من يقولها مقدارها ولا يعرف حجمها ولا يعرف خطرها، هؤلاء جهلة بأحكام الدين، جهلة بمصالح الأمة، جهلة بواقعهم وواقع مجتمعهم. فلنحمد الله جل وعلا أن جعلنا في بلد آمن مطمئن نعيش في رغد وفي أمن، ويكفينا الأمن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بات آمنا في سربه معافا في جسده كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من يتأمل أحوال كثير من بلدان المسلمين والاضطرابات التي تحصل فيها والمجاعات التي تحل بها والدمار والقتل والتشريد يعرف نعمة الأمن التي نعيشها، يعرف نعمة الرخاء التي نرحل بها. وإن كان يوجد قصور فكل مكان فيه قصور وكل بلد فيه قصور، ولكن القصور لا يعالج بمخالفة الأمن، لا يعالج بنزع الطاعة، لا يعالج بالخروج على ولي الأمر، بل بالمناصحة ووفق الشريعة الإسلامية. نسأل الله أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على آثاره مقتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، علينا أن نراقب الله في كل أقوالنا وفي كل أعمالنا، نراقب الله في السر والعلانية، نراقب الله في مصلحتنا ومصلحة أمن بلدنا ومجتمعنا، فكلنا والله مسؤولون عن أمن هذا المجتمع، مسؤولون عن وحدته، مسؤولون عن تكاتفه وتعاضده وتعاونه. نحن بناة المجتمع لأبنائنا وأبناء أبنائنا. إن حصل خلل في هذا المجتمع سيكون تأثيره عظيما علينا وعلى أبنائنا من بعدنا، فعلينا بالسمع والطاعة، ونحذر دعاة الفتن، ونحذر من المغرضين الذين يحرضون ويشوشون على أمن هذا البلاد. على أمن هذه البلاد ماذا يريدون؟ يريدون الخير لنا؟ لا والله، نحن في خير وفي أمن وفي اطمئنان. ماذا يريدون؟ يريدون الأمن والاستقرار؟ لا والله، نحن نعيش في أمن واستقرار. إنما يريدون الفتنة بدعوى باطلة ودعاوى كاذبة، يقولون كذا وكذا وانتقال أو تغير لمنهج الحكم أو غير ذلك من العبارات أو إصلاح للبلد، بل يريدون إفسادا للبلد. فالإصلاح لا يكون عن طريق نزع يد الطاعة، الإصلاح لا يكون عن بالخروج عن الحكام، الإصلاح لا يكون باللمز والطعن في علماء الأمة أو في حكامها، الإصلاح لا يكون بشق المجتمع إلى أحزاب وجماعات متناحرة، الإصلاح لا يكون بالتأليب على ولاة الأمر. إننا مسؤولون أمام الله جل وعلا عن أمن مجتمعنا جميعا، عن وحدة صفنا وتأليف قلوب مجتمعنا. على ولي أمرنا نسمع ونطيع في غير معصية الله جل وعلا، نسمع ونطيع ونمتثل أوامر ولاة أمرنا، ونعمل على خدمة مجتمعنا والرقي به، وبذل ما نستطيع للنهوض بأمتنا ونفع مجتمعنا وديننا، ونلتزم بطاعة ربنا ومنهج رسولنا صلى الله عليه وسلم. نحمد الله أننا نحكم شرع الله، نقيم الصلوات سرا، نقيم الصلوات في كل الأوقات في المساجد، نحكم بالشريعة، نعمل على خدمة الإسلام والمسلمين. فماذا نريد أكثر من ذلك؟ ماذا يريد دعاة الفتن عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين يلمزون ويطعنون؟ قد يتأثر بهم بعض شبابنا، قد يتأثر بهم بعض رجالنا أو نسائنا، ولكن نقول لهم رويدكم، هؤلاء لا يريدون إصلاحا، إنما يريدون إفسادا. والله إنهم يريدون إفسادا، ولا يريد. كيف يكون الإصلاح بأعمالهم وأفعالهم المشينة ولم يعرف لهم تاريخ سابق في الخير، وإنما هم دعاة فتن فاحذروهم. اللهم وفق إمامنا الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم ألف به القلوب، اللهم اجمعه وإخوانه وأعوانه على الحق يا رب العالمين، اللهم ألف قلوبهم على الحق، اللهم اكفهم شر دعاة الفتن، اللهم اكفهم شر الانشقاق والنفاق يا رب العالمين، اللهم اجمعهم على الهدى وخدمة عبادك وبلادك، اللهم انفعهم، اللهم انفع البلاد بهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وارحم عبدك عبد الله بن عبد العزيز، اللهم تجاوز عنه واغفر له وارحمه وكفر سيئاته واجزه عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم اجعل ما قدم في ميزان حسناته وارفع بها درجاته واغفر له
وزلاته يا رب العالمين، واغفر لنا وله ولجميع المسلمين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بلادنا وأمنها بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بلادنا وأمنها بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والملحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين واكتب الصحة والسلامة والتوفيق لجميع عبادك المؤمنين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.